وما أكثر المصائب. وأنا والله لا أعلم زمانا قد انتشرت فيه الفتن والمحن والابتلاءات كهذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففر من ضيق صدرك وفر من هذه الهموم إلى الثقة، إلى الرجاء، إلى الأمل، إلى السكينة، إلى الطمأنينة. ولن تجد هذا ورب الكعبة إلا عند ربك جل علاه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه هي منزلة الفرار. وبعد الفرار ستجد نفسك مضطرا حتما إلى أن تجدد التوبة والأوبة. ولقد تكلمت بالأمس اختصارا عن التوبة، فالتوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة. الدين الإسلام والإيمان والإحسان كله داخل في مسمى التوبة. وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالة. أول شروط صحتها ليقبلها الله منا أن تكون خالصة لوجهه، والشرط الثاني أن تندم، فالندم هو ركن التوبة الأعظم. وشرطها الثالث أن تقلع عن الذنب. وشرطها الرابع أن تعمل صالحا ما استطعت. وشرطها الخامس أن تؤدي حقوق العباد إليهم إن كانت التوبة متعلقة بذنب من لحق من حقوق العباد. وشرطها السادس أن تكون التوبة في وقت المهلة قبل أن تغرغر. إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. فهيا الآن انزل منزلة التوبة، ولا تفارق تلك المنزلة حتى تسعد بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، إن ترقبت في هذه المنازل